واخيرا ومن بعد بزاف ديال الجماهير انها ما بقاتش باغا هذا اللاعب هذا وسط المنتخب المغربي، بحكم ان المستوى ديالو تراجع، وبحكم ان السيد كبر في اللاج، وبحكم ان السيد ما بقاش كيلعب في واحد النيفو اللي كبير. رومان سايس رسميا اليوم كيعلن على الاعتزال ديالو الدولي. واخيرا اخويا، واخيرا ومن بعد ما عذبتي كاع المغاربه، من بعد ما كاع الجماهير المغربيه داك الحب اللي كانوا كيكنوه ليك، ومن بعد هذاك الشيء كاع كامل، داك الاحترام اللي كنا كنشوفوك عليه من شحال هذا، هذاك الشيء كامل تبدل، خصوصا من بعد كأس العالم، وخصوصا من بعد الإصابة ديالك في كأس العالم، وجيتي عاوتاني حتى لكأس إفريقيا من بعد 15 دقيقة الأولى في أول ماتش ليك في الكان كتخرج من التباري من طبيعة الحال من كأس إفريقيا، ما بقيتيش لعبتي حتى شي ماتش من موراها، خرجتي من التباري، بينتي على أنك واحد اللاعب اللي دوز داكشي اللي صافي لعب في واحد الأندية اللي كبيرة، قدم داكشي اللي قدمه للمنتخب المغربي. فانت كارير ديالو مشى للسعوديه، من بعد مشى لقطر، يعني ما بقاش كيلعب مع الفريق ديالو، كنشوفوا على انه ما بقاش كيلعب في واحد المستوى اللي كبير. داكشي كامل كيجيك من الفوق باش انك يقول لك باللي السيسيس باللي ما بقيتيش خدام انك تلعب في واحد المنتخب اللي كبير بحال المنتخب المغربي. ما نساوش بانك قدمتي بزاف للمنتخب المغربي، ما نساوش بانك كنتي في واحد الوقيته قائد ديال الدفاع ديالنا، وهذا الشيء هذا حتى شي واحد ما غادي ينكرو، ولكن تعطلتي بزاف على انك تعلن باللي النهايه ديالك وصلات مع المنتخب المغربي، وديباسيتي الوقت اللي كان عليك انك تعتزل فيه بالعز ديالك، خصوصا من بعد كأس العالم اللي في ديك الوقيته كنا كنقولوا بان السيد تصاب حتى يعني الدومي فينال ولا تصاب في ربع النهائي، كنقولوا صافي راه السيد يعني الاخر ديالو هو كأس العالم. ولكن بقيتي كتجي للمنتخب المغربي، غبتي واحد الفتره اللي طويله، الركراكي حتى هو يعني بقى عن الحب ديالو ليك، وبقى كيقول بانه في كل ندوه صحفيه راه غادي نجيبو سايس. علاش غادي نجيبو سايس؟ لانه هو القائد، لانه هو اللي كيعرف انه يتواصل مع المجموعه، انه هو هذاك اللاعب اللي نقدروا نقولوا انه المدرب الثاني اللي من طبيعه الحال كيجمع ما بين اللاعبين. ولكن فاش كنجيبوك انت سايس كلاعب وكنعولوا عليك وكندخلوك في اول مباراه، وبغينا انك ندخلوك في التباري، وبغيناك انك تقدم بزاف للمنتخب المغربي، وبغيناك تكون انت هو هذاك اللاعب اللي غادي نلعبوا عليه وغادي تقدم اضافه للمنتخب المغربي. من بعد 15 دقيقه فقط اصابه كتخرجك من التباري، كتخرجك من كاس افريقيا، باش من بعد نبداو كنديبانيو بجواد لياميق، وفي الاخر راكم شفتوا ادم ماسينا من بعد تصاب، وراكم عارفين شنو وقع من بعد. هادشي من طبيعه الحال ملي كنجيو كنشوفوا لما نراجع اولا من طبيعه الحال الا جينا كنشوفوا وجينا نهضروا على شكون هو المسؤول على هذا الشيء، من طبيعه الحال هو وليد الركراكي كمدرب للمنتخب المغربي، لانه ما عطاش قيمه لبزاف ديال اللاعبين شباب اللي كان عليهم انهم يكونوا داخل المنتخب المغربي، وكان عليه انه يجيبهم ويقدمهم داخل المنتخب المغربي ويلعب بهم واحد المباريات اللي كنا غير كنبغيو نلعبوا هذوك المباريات باش نستعدوا لكاس افريقيا، وباش ان اللاعبين يشدوا لي روبير مع بعضياتهم، وبان اللاعبين فاش توصل الوقيته اللي نحتاجوهم نلقاوهم. ولكن مفرتك الدفاع حتى الاخر، كل لاعب جابوه من قنت، هذوك اللاعبين اللي كان معتمد عليهم في كاس العالم كان مغبرهم، كل واحد فين مشى وكل واحد فين كان كيلعب، خلاهم حتى التجمع الاخير وجمعهم باش يعطينا هذيك 27 لاعب اللي غادي يديها لكاس افريقيا، باش تكون النهايه اللي راكم شفتوها في كاس افريقيا اللي تنظمات في بلادنا، واللي خسرنا الفينال امام السنغال. كتبوا لي الاراء ديالكم في الكومونتير لتحت، شنو بان لكم؟ واش كتشوفوا بان سايس تعطل باش انه يعلن على الاعتزال ديالو الدولي، ولا كتشوفوا واش كاين شي سبب من مورا هذا الشيء، ولا كاين شي بلان كتشوفوه بانه كاين، ولا الاراء ديالكم كتبوها لي في الكومونتير لتحت، غادي نجاوب جميع الاصدقاء.